هو حد عارف الست دي بتعمل ايه؟ يا قروبة، دي بتفرغ الهواء عن طريق ضغط المية، وبكده مش محتاجين ان احنا نجيب جهاز تفريغ الهواء. صدقوا، انا هجرب الطريقة دي، وانتوا كمان لازم تجربوها. طب وايه ده كمان؟ ما عندكيش مفتاح على قد الحنفية وعايزة تفكيها؟ طب هتعملي ايه طيب؟ يا زكية، جابت حبل وربطته على الحنفية بالشكل ده، وجابت عود طعام ولفته وقرصته عليها، وبكده فكت الحنفية. هنا بقى بتقولك لما تيجي تسلقي البيض تحطي عليه كده نص ليمونة. هيعمل ايه؟ هيعزز النكهة بتاعته ويخليه يتقشر بمنتهى السهولة. ماشي، نعملها. ايوه، المشكله دي بتحصل عندنا كلنا، الاكل اللي بيفور وبيبهدل لنا البوتاجاز. هنعمل ايه؟ جابت زبده ودهنت بيها حرف الحله. طب ما سهله وبسيطه، ايه المشكله يعني؟ نعملها. لا ارجوك بقى، لما تدخل في صباعك اي شظيه او شوكه ما تقعدش تجيب الملقاط تفضل تشيل فيها. هتجيب شويه ملح وخل ابيض وحبه ميه دافيه، وتحط صباعك كده عليها بالمنظر ده، هتلاقيها اتشالت. جربها كده وقولي النتيجة. تعالوا بقى الناس اللي بتحب تستخدم اللحمة المفرومة كل مرة، يعني كمية بسيطة، الطريقة دي هتعجبك جدا. هتجيبي كيس بلاستيك وتفردي اللحمة المفرومة بالشكل اللي انت شايفاه، وتقطعيها فوق الكيس بلاستيك كده مربعات، وتحطيها بقى في الفريزر، وكل ما تحتاجي هتاخدي قطعة بمنتهى السهولة. طريقة عملية وبسيطة حلوة يا جماعة. ويا رب أكون قدرت إن أنا أفيدكم في الفيديو ده، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم.